من أكتر الجمل المتداولة في مسلسل عمر أفندي جملة دي حاجة 13 خالص، وكتير من الناس متعرفش معنى الجملة دي وأصلها إيه وحكايتها إيه. قناة برتقان بنجيب المفيد. مجلة اللطائف زمان كتبت في عدد ليها عن الكلام المتداول في عصر ما قبل ثورة يوليو، وكان من ضمنهم الجملة دي وجمل تانية زي الزم محلك يا سيدنا الأفندي، معناها خليك في حالك. ممنون طبعا ومعناها متشكر جدا. استقبال فالص أو دون يعني استقبال بارد وكده. اوعى تكون مستاء يا فندي يعني اوعى تكون زعلان او متضايق من حاجه. وطبعا حاجه 13 خالص دي معناها حاجه فوق الوصف او فوق المعتاد او المتوقع. ده لان اصل الجمله دي طلعت واشتهرت من محلات الحلويات زمان، واللي كانت بتعمل كل حاجه عباره عن دسته زي دسته الجاتو كده، فكان الزبون يدخل ويعجبه نوع جاتو فصاحب المحل يقول له دي حاجه 13 خالص، يعني لما تشتري يا فندي هتاخد دسته كالمعتاد وفوق المعتاد بقى قطعه كمان عشان يبقوا 13 قطعه. والجمله مش اول مره تظهر في عمل فني بيستحضر الماضي، لا في كمان مسلسل اهو ده اللي صار، وكانت الجمله لازمه لاحد ابطالها وهو البساطي صاحب المرسح الفلاتي الالاتي. وبكده نكون عرفنا كلنا معنى واصل حاجه 13 خالص. نيجي بقى للسؤال المهم، هي ايه زفة الانجليزي في العشة؟ الجملة اللي اتقالت في اول مسلسل تقريبا على لسان كل نجومه، من لمع لا مؤاخذة النجس لشلهوب لضيافتي لزينات وامها المعتزلة كمان. عشان تعرف معنى الجملة او ايه اللي كان بيتعمل لازم تربط ده بالتاريخ. الكلمة دي كان بقالها فوق ال 24 سنة متداولة، خصوصا في بيوت الدعارة في مصر في الفترة من سنة 1919 حتى نقل الانجليز لقواتهم لمدن القنال بعد اتفاقية 1936، وحتى جلاء الانجليز عن مصر كلها سنة 1956. الموضوع ان لما انقبض على سعد باشا ورفاقه يبان ثورة 1919 كانت الدعارة موجودة في مصر، وكانت على شكل بيوت دعارة بيديرها فتوات للحارات اللي هي فيها، وكان زي بيوت او شقق فيهم نسوان معاهم رخص لممارسة نشاط البغاء. ده الفتوات دول كان معظمهم مجرمين معروفين للبوليس، وبعضهم كان متعاون مع الإنجليز ومع البوليس مرشدين. يعني لما قامت الثورة والفتوات دول شافوا الطلبة بيستموتوا قدام الإنجليز والمظاهرات ما بتخلص، تطلع من شارع الإنجليز يسدوه تطلع من شارع تاني وقتها. وحسب كتب زي كتاب تاريخ فتوات مصر للأستاذ سيد صديق عبد الفتاح اللي بيحكي فيه تاريخ كل فترة كل فتوة ومنطقة نفوذه في العصر ده، وبيحكي كمان فترة تاريخ فتوة تحت عنوان مذكرات فتوة، بيقول إن وقتها الفتوات دول حسوا إنهم مش أقل من الطلاب اللي بيموتوا قدامهم، واجمعوا في قهوه وهتفوا يحيى الطلاب ويحيى سعد باشا الرجل المجدع. ولانهم كانوا اصحاب قوه حصل اشتباكات بينهم وبين البوليس، ولما ما قدرش عليهم حصل بينهم وبين الانجليز اشتباكات، منها انهم بقوا يخطفوا البنادق من ايديهم ويقتلوهم، ومنها انهم بقوا يدبروا لخطفهم. وكان الخطف بادواتهم هم، واحده من بتوع الدعاره تخرج وتصطاد واد انجليزي حليوه ويمشي وراها بعيد عن زمايله، تدخله حاره فيبلغ النضرجيه والمشاديد والصبيان معلمينهم ان الديك داخل على عشه، وتجره من حاره لحاره لزوقاء لحد ما يلاقي نفسه داخل وراها في حاره سد معمول فيها نصبة فرح وكوشه، واول ما يدخل يجوا الحرافيش بعربياتهم الكر ويقفلوا الحارة من بابها، ويتفاجئ بالفتوات حواليه من كل حته وياخدوا سلاح ويقلعوه هدومه ويلبسوه لبس عاهرات ويجبروه يقعد في الكوشة ويتلم حواليه الستات والرجالة ويزفوه من آخر الحارة لأولها. في الأول الموضوع ما أزعجش الإنجليز قوي، لكن لما كترت العمليات من النوع ده وتداول الناس وقتها الجملة بتاعت زفة الإنجليز في العشة، ادوا أوامر لجنودهم إنهم ما يروحوش بيوت دعارة مصرية، وإن لو مشوا في أي مكان يمشوا جماعات مش بشكل فردي. عشان في يوم 5 جنود يروحوا شارع كلودبيك واضح إنهم كانوا سكرانين طينة، وعشان كمان يدخلوا على بيت من بيوت الشارع اللي شغال فيها الدعارة يعني ويرفعوا سلاحهم جوه، والنسوان في البيت دي تصوت يتجمع الفتوات والنضرجية وياكلوهم علقة موت ويزفوهم زفة الإنجليزي في العشة. الخبر يوصل للبوليس وللإنجليز اللي بيقرروا يحاصروا شارع كلوبك وراسهم وألف سيف ناخد جنودنا واللي عملوا معهم كده. وبسبب الواقعة دي تقل بيوت الدعارة في مصر، والإنجليز للمرة التانية يقولوا محدش يروح العشة يا جماعة، وعشان يقطعوا رجلين جنودهم عن كده بعتوا جابوا نسوان من شرق آسيا والهند ومن روسيا والدول المحيطة بيهم، ووقفوا رخص البيوت دي إلا للي يتعاون معاهم. وقتها الفتوات نقل معظمهم من كلوبك لعماد الدين، وتحولت معظم الداعرات لارتست
كازينو بيحميه برضه فتوات وبياخدوا إتاوات منهم. والأرتست كانوا أنواعه، اللي بترقص واللي بتفتح وشغالة فتاحة زي بنت رمضان السكان، واللي بتاخد الزبون للبيت أو تروح معاه بيته بس يقبض الفتوة المعلوم. وكان الزبون اللي يسكر وما يدفعش يتهدد بإنه هيتعامل معاه زفة الإنجليز في العشة. طبعا الإنجليز بعد اتفاقية سنة 1936 مفضلش كتير منهم في القاهرة، ولكنهم كانوا زباين دايمين في الكازينوهات دي ومصاحبين فتوات، ومنهم اللي كان بيتعاون معاهم ومنهم اللي كان بيرقد لهم ويعرف منهم تحركاتهم وأخبارهم. بل كان في كازينوهات ومقاهي شغالة سكر وعربدة من فوق، وتحت منها في مطابع تطبع منشورات ضد الإنجليز ومخابئ للمقاومين اللي مدوخينهم بعمايلهم فيهم. وأكيد الحاجات دي كلها عدت عليكم في أفلام كتير، آخرها فيلم كيرة والجن. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. سلام. قناة برتقان، بنجيب المفيد.